خوف الاختصاصات الجماعية. تمشي كرة في وسط الميدان شكلها بعيد، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل. جدار دفاع باثنين، مروان البكري عنده تسديدات قويه، مروان البكري يسدد كره خطيره جدا في منطقه 18 للزواغي، الزواغي ودفاع الترجي يضغط، البكري يمشي على صابر فرج اللي هرب، صابر فرج يحاول يسدد خطيره جدا والحارس اول كره في المرمى من خارج 18 متر. كرة ممتازة للنجم الساحلي، تلقى الأكثر امتياز كالعادة وعلى الدوام جون جاك تيزي. إذا يرتفع نصف ورتم المباراة مرة أخرى، والسبب النجم الساحلي الحريص طبعا على استغلال عاملي الأرض والجمهور. ولو أنه في لقاء القمة بين النجم والترجي الجمهور يبقى ثانوي والملعب يبقى غير حاسم في كل الظروف أو عديد الظروف. تمشي من داميان ودي يحاول يوصل لماركوس، والكرة عند ديجي دوستين لجون جاك تيزي اللي في مواسم سابقة الحقيقة وصل في رأي المتواضع حتى 50% من نسبة فريق الترجي، مع روعة كل اللاعبين، مع حبنا لكل اللاعبين. تمشي كرة خطيرة وجروستين مرة ثانية النيجيري يلتقي ويتلقى في هذا الموسم او السيزون القادم 2005-2006. كرة ممتازة، اين هي؟ على العارضة، على العارضة يا جون جاك، على العارضة يا تيزي. فرصة كبيرة لفريق النجم الساحلي، هذه اقوى فرصة في المباراة، هذه اخطر كرة باللقاء في اقل من 30 ثانية. الربح جاء للنجم الساحلي او الفوز شمه فريق ليتوال من خلال فرصة اولى كيف ضاعت لا ندري، وكرة ثانية اصطدمت بالعارضة الافقية للحارس الايفواري للترجي جون جاك تيزي. سريع جدا، خطير جدا تايلور، فرصة اخرى للنجم والتسديدة والدفاع يتصدى. كرة اخرى كانت صعبة على فريق الترجي، النجم بالفعل يجازف الان، النجم عينه على 3 نقاط ولا يعتبر بالنقطة لانه المشروع صعب والمباراة نتصوروه احمر. الاجواء الان تشتعل في هذه القمة في الدقائق الاخيرة، الربع ساعة الاخيرة من مباراة الترجي التونسي النجم الساحلي. نذكركم النجم يلعب 10 لاعبين بعد اقصاء اللاعب الغاني تشارلز تايلور. الان شفنا اللقطة في بدايتها خذيتها حتى بطرفة ومداعبة، لكن بعد انتهت اظن بغير هذا. على كل سنرى ونتأكد لاعب البرازيلي القادم البنزرتي. ترجي في حاجة علي الزيتوني، نتصور علي الزيتوني عودته جات في الوقت. هذه اللقطة الأخيرة من ماركوس دو سانتوس، واظن اقصاء يعني نفهم من خلال اداء الجمهور تاع نجم الساحل اللي يعني صاح وكانه هدف انه في كارت واكيد احمر، اكيد احمر على ماركوس دو سانتوس. ماذا سيقول؟ ماذا سيتحدث؟ المحترفين والاجانب يا اخي يلزمهم غربله كبيره في الكره التونسيه لكل الفرق بدون مجاملات، يلزم غربله حقيقيه لنجوم حقيقيين في الملاعب التونسيه. مساعد كان متابع مركز اكثر منا بطبيعه الحال، ويعطي الكورنر لفريق النجم اللي يتنفذ الان محمد جديدي. كورة على حدود ال 18، نذكر اللاعبين يلعبوا 10-10 وتسديده بعيده. 0-0 نتيجه بيضاء، 0-0. قلت لكم النتيجه اللي كانت اقرب الحقيقه. الترجي طبعا لا اقول سعيد لكن راضي بالنقطه، نقطه في سوسه تبقى دائما صعبه المنال وتبقى ايجابيه. والترجي للتاريخ هو خامس فريق في البطولات الافريقيه لا يخسر في سوسه. النادي الصفاقسي ما انهزمش، الترجي ما انهزمش في الدربي.